ايام كوبر كان مروان محسن كسر عين الشعب المصري. ما كانوش في اتنين يتفقوا على مروان محسن انه يلعب كورة. كان المهاجم الاساسي لمنتخب مصر. ايام حسام حسن ما فيش اتنين يتفقوا على محمد الشناوي حارس مصر الاول حاليا. ليه؟ ليه كل فترة يجي لاعب تحسه كسر عين الشعب المصري، كسر عين 100 مليون، يلعب ليه وانت ما عرفش اصلا هو بيلعب ليه؟ يعني الوديات بتقول لك ما يلعبش، الاهداف اللي بتدخل فيه مع النادي بتاعه يقول لك ان هو ما يلعبش، ماتشات رسميه يقول لك يعني اداؤه يقول لك ما يلعبش. طيب ليه يعني ليه هو كسر عين مين؟ يعني الشناوي كسر عيننا ليه؟ يعني اللي عمله كوبر مع مروان محسن دلوقتي حسام حسن بيعمله مع الشناوي، بيلعبوا غصب عن الشعب، بيلعبوا غصب عننا احنا. محمد رمضان مدير الكوره او المدير الرياضي للنادي الاهلي سابقا كان مع ابراهيم فايق، فقال كلمه، قال كلمه حلوه قوي. قال لك محمد الشناوي انه يقعد دي فايده ليه، هو حاجه ما تضرهوش، فايده ليه هو انه يقعد دلوقتي، هو ليه رصيد، ليه رصيد. فلو بيلعب وبيأدي بالشكل ده والله رصيده هيروح. انا بقول لك رصيده هيروح. احنا مش بنستحمل. خلاص ادي مصطفى شوبير. الناس كلها بتقول لك ادي مصطفى شوبير. انت بتعاند نفسك ولا بتعاند مين؟ احنا لعبنا مباراة حلوة عامة، عشان الناس اللي تقول لك ده زيمبابوي احنا المفروض نكسب 5 نكسب 6، احنا المفروض نكسب 10. احنا ضيعنا كمية فرص رهيبة، كمية فرص رهيبة. يعني من الشوط التاني كله فرص. اول الشوط الاول ما سمعتوش، بس بعد الناس بتقول لك كنا يعني نقدر نجيبوا هدفين 3. طب ليه؟ الشناوي كسر عنا ليه؟ خلاص. عندنا الدفاع يعني حسام عبد المجيد ده كان مركون في الزمالك. حسام عبد المجيد كان مركون في الزمالك. خلاص رامي ربيعة بيلعب اساسي في فريقه، نزل رامي ربيعة مع ياسر، والاثنين لعبوا قبل كده مع الاهلي. ليه الاختراعات؟ امام عاشور بيطلع في الدقيقة 30 او 35. انا مهزوم، اللي اعرفه انا مهزوم. لما اجي اطلع واحد 6، ما اطلعش واحد مهاجم. يعني اسيب امام عاشور واطلع واحد من ال6، مروان عطية او حمدي فتحي، اطلع واحد منهم هم، بسيب اللي هيوديني على الجون. يعني اسيب واحد اهو مصطفى محمد انت منزله، ما لازم واحد زي امام عاشور يحركه يصنع له لعب. بس هرجع واقول لك ما تلعبش الشناوي تاني، نبص على يدك. بص على اراء الشعب المصري بالكامل بيقول لك الشناوي لا، اركن الشناوي، احنا مش حمل، احنا مش حمل، لسه شباب، ضغط وسكري لسه.